سلام البنات، وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل لاباس واموركم بخير. مرحبا بكم عندي في وصفات ام ريتاج. لاول مره تزور قناتي ما تنسيش حبيبتي تضغطي على زر الاشتراك وتفعيل الجرس هكذا باش يوصلكم الجديد. رجعت لكم اليوم وبعد غياب طويل بوصفة بزاف هايلة، خاصة لولادها يحبوا الشوكولا. هذا الفطوركم تاع الصباح ولا قهوة العشية جاتو ساك، يعني بالشوكولا، اساور الشوكولا راح يجيو بزاف بنان وهشاش في نفس الوقت. شوفوا كي نقسم معاكم هنايا راح يجيو هايلين ولوغو ما نحكي لكمش. نروحوا نشوفوا المقادير كيف. نبداو الوصفه تاعنا بسم الله على بركه الله. عندي هنا 125 غرام تاع زبده، يعني بدرجه حراره الغرفه. عندي كيلة الى اصبع سكري كلاصي كيما شفتونا كيلت بهذا لي فيغين هذو. عندي 3 مغارف الى 4 مغارف تاع زيت، صفار بيضاء، ملعقه كبيره شوكولا تارتيني، عندي ملعقه كبيره تاع كاكاو بني، وعندي كيلة الى اصبع تاع جوز يكون محمص ومرحي. نتوما اذا حبيتوا ديروا الكاوكاو ديروا الكاوكاو. هي انا صراحه جربتها من قبل بالكاوكاو، جا طعمها افضل من طعم الجوز. نبداو الوصفه تاعنا بسم الله. حطيت هذاك السكر غلاس مباشره على الزبده، حطيت هذوك 3 مغارف تاع الزيت كيما شفتوا. نزيد صفار بيضاء وندمج هذه المكونات بيدي حتى نتحصل على كخام تكون هكذا ليكيد شويه. الزبده لازم تكون اكيد بدرجه حراره الغرفه، ونخلط غير بيدي او الباطر كيما تحبوا، يعني اللي عندها الباطر تقدر تستعمله بهذا الشكل. نخلط مليح نتحصل على هذا الكريم ليكيد. شوفوا البنات كيفاه جاتني، راهي ليس هايله هكذا باش يجينا الكاطو تاعنا هشيش. نضيف هذيك الملعقه تاع شوكولا تارتيني ونزيد ندخلها مليح في هذاك المكون تاعي او المكونات تاعي. نزيد مغرف كبيره تاع كاكاو. هنا كنت سوبودريتو يا البنات، من الافضل انكم تفوتوه على الصفايه خير باش ما يديرناش هذوك الكعابر هذوك الصغار في الكاطو تاعي. نخلط مليح بيدي ونضيف هذا الكيلة تاع الجوز اللي قلت لكم. كيف نخدم كامل هذه المكونات نخلطهم كيما شفتوا يا البنات. وصفه ما فيهاش يعني مقادير بزاف، ماهيش مكلفه عفوا. فقط في بلاصه الجوز ديروا نتوما كاوكاو، على بالي كامل متوفر عندكم الكاوكاو ماشي غالي بزاف. نبدا نضيف الفارينه تدريجيا. كيما نعرفوا لاباط تاعي راهي فيها الكاكاو والشوكولا تارتيني هذيك، لانه اذا كثرنا الفارينه لاباط راح تجينا يابسه. ما تكثروش الفارينه البنات باش الكاطو تاعنا يجينا هشيش عفوا ويذوب في الفم. راني نضيف كيما شتو غير بالتدريج فقط، ما تخليوهاش تكلحكم. هنا راني نخلط وراني نتاستي بصبعي كيما شتو. هنا صاير راح نلمها برك كيما شتو راهي طريه يا البنات، خليوها طريه باش الكاطو تاعكم كي طيب ما يجيش يابس هكذا. هنا نبدا نجيب هذا لي مول تاعي تاع السيليكون تاع الاساور ولا تاع الكعيكعات هذو، ونحط عادي ما ندهن لا بالزيت لا بالزبده لا والو. هكا نهز يعني عيني ميزاني، نهز كميه تاع لاباط تاعي ونحطها في هذاك المول، ما نعمرهمش بزاف، ونضغطهم مليح في المول هذاك هكذا باش نتحصل على الشكل تاع الاساور. كيما شفتوا راني نريقل فيها هكذا غير بيدي برك، ونضغط براحه اليد باش نتحصلوا على الشكل هذاك تاع المول سيليكون تاعي. نكمل ونطيبهم كامل ونرجع لكم ان شاء الله. بعد ما كان طاب لي هذاك الكاطو تاعي وبرد لي، جبت هنا كميه تاع شوكولا، درت فيجي كاو بالحليب عادي. حطيتها في بالماغي كيما شفتوا. جبتها بهي بالكاسرول هذيك تاعي، حطيتها قدامي، ضفت زدت لها حوالي ملعقه كبيره تاع زيت هكذا باش ما تجينا الشوكولا هذيك يابسه من بعد كي تنشف. ندخل مليح هذيك الزيت البنات في الشوكولا تاعي، ونضيف حوالي مغرف كبيره او مغرف ونص تاع الجوز كنت خليتها قبيل من لي زانغريديون تاعي. ونبدا نكلاصي عادي هذاك الكاطو تاعي. البنات اذا درتوا الكاوكاو في لاباط تاعكم، الشوكولا ثاني ديروا فيها الكاوكاو. انا درت لاباط بالجوز، لازم عليا ندير في الشوكولا الجوز هكذا باش ما نغيروش لوغو تاع الكاطو تاعنا. نكلاصي عادي كيما تعرفوا هذا الكاطو. شوفوا نكلاصي عادي بالشوكولا. هنا راهي طاحت لي كيما شفتوا. نعاود نهزها ونحطها في بلاطو كيما شفتوا. كنت درت كيس بلاستيكي عادي ونحطهم حتى ينشفوا. نزيد نكمل معكم الحبه الثانيه كيما شفتوا. نكلاصيها بيان ونحطها لهي حتى تنشف، ونزينهم بالورد هذاك المجفف ونقدمهم نشوفهم كيف في صحن التقديم حبيباتي.
بعد ما نشوف لي الجاتو تاعي هذا هو الشكل النهائي تاعو، حطيته في ليكيسات، درت له لورغونزا كيما شفتو راني قلشته، حطيته في بلا هكذا باش نقدمه معاكم. البنات جا روعه روعه في المذاق، ديروه الفطور تاع صباح لوليداتكم. بما انه الامتحانات راهي على الابواب، فرحوهم بهذا الاساور، خاصه لولادها يحبوا الشوكولا. هذه الوصفه اقتصاديه، يعني اي وحده فيكم تقدر ديرها بمكونات جد بسيطه. وانا درت جاتو ساك لوليداتي يفطروا به الصباح. هنا راح نقسم معكم حبيبات، شوفوا كيفاه جاني، يعني جا هايل. شوفوا من الداخل كيفاه جا بذوق الشوكولا، جا بزاف بنين. البنات جربوه ماكمش راح تندموا. وهنا وصلت الى نهايه لا فيديو، ان شاء الله تكون الوصفه عجبتكم. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو لي بزاف في روحكم، الى فيديو قادم ان شاء الله مع وصفات جديده. سلام.